متابعين النهاردة جايبة لكم فيلم فكرته غريبة وعجيبة. فيلم الرقص مع الشيطان بطولة نور الشريف، صباح السالم، مديحة يسري. الفيلم بيحكي عن واصل دكتور صيدلي بيرجع من البعثة بعد ما بياخد الدكتوراه. عنده معمل في الفيلا بتاعته بيقوم فيه بالأبحاث. بنلاقي واصل إنسان مغرور بيؤمن بالعلم فقط والماديات وبيبعد عن الدين، ومش بيؤمن بالغيبيات وبيؤمن بس بقدرة الإنسان وبالعلم على تحقيق المعجزات. بيروح الكلية بيقابل هند اللي بيشرف على رسالتها، وبنعرف ان هند كانت خطيبته وسابته، اتجوزت غيره عشان كان اغنى منه. فهو عشان كده هو عنده عقدة، فبيحاول ان هو يبقى غني عن طريق الابحاث بتاعته. نفسه يبقى عالم ويبقى غني جدا، لان حس ان الفلوس دي اهم حاجة في الدنيا. بعد كده بنشوف مشهد هو ووالدته، بيبص على صورة جده بينتقده وبيقول انه كان غني جدا لكن ضيع فلوسه على الخرافات. والدته بتقوله ان جده كان راجل طيب ومكشوف عنه الحجاب، وانه ما ضيعش فلوسه كلها لانها كانت فلوس كتيرة جدا، فهي في جزء من الفلوس ما تعرفش هو مخبيه فين. بنشوف مشهد انه بيروح الكلية بيشوف هند بيعرف انها اتطلقت لان جوزها كان مدمن مخدرات وخلى حياتها جحيم. بيسألها ليه ما اتطلقتش على طول منه، بتقوله عشان المجتمع والعادات والقيم والتقاليد. بيسخر طبعا من المجتمع والعادات والتقاليد والقيم، فبيقول لها العلم اهم من القيم. بتقوله العلم من غير قيم يبقى فساد وتدمير. كمان العلم عمره ما اتحكم في الموت او سيطر على الرزق. بيقول لها العلم بعد كده هيسيطر على كل شيء. بتقوله ان ده يكون بإرادة ربنا بس. بيقول لها احنا اللي اصحاب الإرادة. نشوف قد ايه انه مغرور وما عندوش ايمان بالله. وهو في مزرعة الكلية بيلاقي زهرة كده غريبة، وشوية أعشاب بيقطفهم عشان يعمل عليهم أبحاث. بياخدهم مع البيت، لكن الزهرة دي غريبة جدا. مجرد ما بيروح البيت وبيمسكها بيلاقي ان الوقت جري بسرعة، فبتفوت ساعة وهو ماسكها وهو فاكر انها فاتت دقيقة. بنشوف برضو في الخلفية كلب اسود بيقف قصاد الفيلا من ساعة طبعا الأعشاب دي ما دخلت البيت. بنشوف مشهد بعد كده بانه بيصارح والدته برغبته في الجواز من هند، لكن والدته بتعترض. بيكلمها بلهجة آمرة وبيقول لها انه قرر خلاص يتجوزها والفرح هيكون في البيت. بيتجوز فعلا هند وهم رايحين يقضوا شهر العسل. بيلاقي العربية بتاعته عمالة تتخبط يمين وشمال. بتسأله هند ليه مش عارف يسوق، بيقول لها لانه شاف كلب اسود، لكن هند ما بتكونش شافته ابدا. بعد كده بيرجع الفيلا وبنشوف واصل في المعمل وهو بيواصل أبحاثه وتجاربه. أول ما بيمسك الزهرة عشان يحللها بنلاقي الشباك بيتفتح وبيسمع صوت بومة، والكلب بيقف قدام الفيلا وبيعوي. وبرضو بيستمر واصل، وبنلاقي كل اللي في البيت مراته بتصحى وأمه بتصحى وبيحسوا إن في حاجة غريبة بتحصل. بيواصل برضو انه هو ابحاثه، وبيعمل اكسير من الزهرة. وبيعمل تجربة من الاكسير ده. بيجيب ارنب وبيحقنه، آه بيديله حقنة يعني من الاكسير ده. بيعمل عليه تجربة بيلاقي حاجة غريبة جدا، ان الارنب اختفى. بيحط ايده جوه العلبة لكن بيلاقي انه موجود فعلا، لكن هو مش شايفه. اثناء ما هو بيعمل التجربة دي مراته بتنزل على السلم عشان تحضر العشاء، بتقع من على السلم وبيغمى عليها. الشغالة بتندهله وبتقوله يتصرف. بيرفض انه يتصرف، بيقول لها اتصرفي انتي عشان هو مش فاضي. فبيورونا برضو انه ما عندوش مشاعر. بيمسك العلبة وبيحاول يشوف الارنب راح فين، مع انه حاسس بيه لكن مش شايفه. بيلاقي والدته جاته بتقوله لازم يروح المستشفى لان هند تعبانة جدا. بيروح يوديهم المستشفى وهو قاعد معاهم لكن مخه وتركيزه مع التجربة. بعد ما بيطمنوا على هند بيرجع بالبيت بسرعة عشان يواصل تجاربه. بيلاقي الأرنب ظهر تاني في العلبة. بيكلم نفسه بيقول انه لو كان الأرنب يقدر يتكلم كان قاله هو راح فين وشاف ايه. بيفكر واصل انه يحقن نفسه عشان يعرف بنفسه تأثير الإكسير ده.
وأثناء ما هو بيعمل التجربة على نفسه بنشوف الكلب وهو بيجري، وبيسجل واصل الزمن، بيكتب كمية الإكسير اللي هياخدها، وبيشغل كاميرا ومسجل عشان يسجل التجربة. وبعد ما بياخد الحقنة بيحكي بيوصف يعني التجربة، بيقول انه شعر بالتنميل وثم آلام حادة في جسمه وآلام رهيبة وصفير في ودنه، وبيصرخ واصل. بعدها بنلاقيه واقع في الأرض، لكن بنبص نلاقي أوضة مش أوضته، وإنه كأنه انتقل بالزمن لزمن قديم، ولقى نفسه في أوضة والده، حتى الملابس القديمة بتاعت والده متعلقة. بيشوف والده بيشعر بألم فبيصرخ، فأبوه بيستعيذ من الشيطان الرجيم وبيصحى، فبيلاقي نفسه في أوضته. بيراجع الكاميرا، لكن المفاجأة إن الجزء بتاع والده ده بيختفي من الشاشة. فبيفكر إنه ياخد جرعة أكبر من الإكسير عشان يروح لوالده أو جده يسأله عن الفلوس اللي مخبيها. وكالعادة بنشوف الكلب الأسود عمال يجري. وبعد كده بعد ما بيحقن نفسه تاني بنشوف واصل مع أبوه تاني وبيسأله فكر يبيع أملاك ولا لأ وفين فلوسها. وبرضه قبل ما يجاوبوا والده بيكون صحي، لكن المرة دي تعبان جدا ومش قادر يقوم من مكانه. والدته بتتصل بالدكتور بيقول لهم إنه كأنه جري 100 كيلو، وإن جسمه في حالة إعياء شديدة ومجهد ولازم يرتاح أسبوع. بيرتاح اسبوع، وبنلاقي مراته بتحذره وبتقوله ليه العقاقير دي في اوضتك، وليه انت بتستعملها في ايه، وان دي سكة الندامة. فبيكلمها عن نظريته ان العلم يقدر يوصل لعقل آه او لعقار يخلي الانسان ما يحسش بالزمان ولا المكان. بتقوله ليه العلم يوصل، ما هي فعلا العقاقير دي موجودة، ودي عقاقير الهلوسة، قصدها المخدرات. يعني يقدر الإنسان يفقد أول ما بياخد مخدر، يعني بيفقد إحساسه بالمكان والزمان، وبتخلي الإنسان مجنون وبيتخيل حاجات غريبة. بيسيبها وبينزل المعمل، وبتنزل وراه تشوفه بيعمل ايه. بتسأله هند، بيرفض يقولها، بيقولها لما يخلص أبحاثه هيحكي لها. بعد كده بنشوف ان واصل بيفكر يبيع البيت عشان محتاج فلوس كتير جدا. وفعلا بيجيب المحامي، لكن المحامي بيقوله لازم تكون معاك عقد البيت او حجة. فمش بيلاقيها في البيت. بيسأل والدته، بتقوله انا مش عارفة جدك وداها فين. فبيقرر ياخد جرعة تانية من الاكسير عشان يروح لجده ويسأله عن الحجة. وفعلا بيروح وبيسأله، وجده بيقوله انه باع كل املاكه واشترى بيها جنيهات ذهب، وانه المرة الجاية لما يجيله هيكون معاه الحجة يديهاله. وبعد كده فبيصحى واصل بيقرر انه يدور على الذهب. ومراته في نفس الوقت بتلاقي الحقنة واقعة، وبتلاقي العقار محطوط على الكومودينو، فبتاخده لزميلتها عشان تحلله، عشان شاكة انه يكون مخدرات. ولكن للأسف زميلتها بتاخد الإزازة بتحطها جنبها، بتلاقي الإزازة بتقع وبتتكسر لوحدها، ما بتقدرش تعرف ايه نوع العقار. بعد كده بنلاقي واصل انه بيكتشف ان الاكسير اختفى. فبيسأل مراته، بتقوله الازازة وقعت واتدلقت واتكسرت. فبيحاول يروح المزرعة الكلية تاني يجيب زهرة تانية عشان يحللها، لكن قبل ما بيوصل بيقع وبيودوه البيت. فالدكتور بيقولوا انه خلاص على وشك الجنون، وانه خلاص نفسيا تعبان ومتدمر ومحتاج علاج شهر او شهرين. مراته بتروح له المستشفى، بتسأله، بيحكي لها، بيقول لها مش هتصدقيني. بتحاول تسمع له، وبعد ما بتسمع له بتخاف عليه جدا، وبتقول له انه في طريق الادمان، وان العقار اللي بياخده ده عقار هلوسة ومخدرات. وبتطلب منه انه ينسى العقار ده ويعيش عشانها وعشان ابنه اللي هي حامل فيه وعشان امه. بيتظاهر بالموافقة، لكن بالليل بعد ما بيناموا بياخد شاكوش وبيقعد يكسر في البيت من تحت عشان يدور على الذهب. وهو بيدور بيلاقي علبة بتقع في الأرض، بيلاقي فيها الزهرة برضو اللي كان زهرة الشيطان دي يعني. فبيفرح جدا وبيعمل اكسير او عقار تاني. وبتنزل مراته وتاخد عينة تانية وتروح تديها لزميلتها وتوصيها عليها المرة دي. وفعلا بتحللها لها وهي قاعدة، وبتلاقيه عقار غريب جدا، وبتقولها زي عقاقير الهلوسة. في نفس الوقت بياخد واصل العقار عشان يروح لجده، لكن المفاجأة المرة دي انه بيلاقي نفسه في مكان مختلف في زمن جديد. بيلاقي بنوتة ومعاها ألعاب
غريبة ومنها لعبة إنسان آلي، وبيسألها فبيكتشف إنه في سنة 2030 يعني كده انتقل للمستقبل مش للماضي، والبنوتة دي بتكون حفيدته، وبيسألها عن الدهب، بتقوله الدهب موجود في البدروم بتاع البيت. بيجيب اول ما بيفوق بيجيب فاس وبيكسر في البدروم لكن مش بيلاقي حاجة، فبياخد جرعة تانية ويروح للبنوتة يسألها عن الدهب مكانه بالظبط. بتقوله ان جدتها هند هي اللي تعرف. فبيشوف هند وهي كبيرة في السن ونايمة، بتفوق بيفوق من الحلم او من الوضع اللي هو فيه يعني. فبيحاول ياخد جرعة تالتة لكن مامته بتشوفه هند بتكون جت فبتمنعه، بتكسر الازازة منه، لكن بيكون لسه الحقنة فيها شوية. فبياخد اخر جرعة، فبياخدها بسرعة وبيروح للمستقبل تاني يسأل هند، بتقوله انه شيطان. بيقول لها لا هو واصل اللي كان جوزها. بتقوله لا لانه واصل مات بعد ولادة بنتها الوحيدة هدى، فاكيد انت شيطان وبتستعيذ من الشيطان وبتقرأ قرآن. بيصرخ وبيقول لها انه مش هيموت، وبيصحى طبعا بيفوق بيصرخ وبيقول لازم اغير القدر ولازم انا مش عايزه اموت. فلا بيروح عند هند وبيحاول ينزل اللي في بطنها وبيضربها عشان تنزل الحمل، بيقول لها غيري المكتوب عشان اعيش. بتصرخ هند وبتقول له محدش بيغير المكتوب، وبتجري بيودوها المستشفى. وبنشوف الكلب وهو في المعمل وبيعوي. بيروح هو كمان المستشفى، والدته بتروح له وبتقول بتفرحه، بتقول له هند ولدت. بيقول لها عارف واكيد جابت بنت، البنت الوحيدة اللي بعديها انا هموت. بتقول له لا جابت ولد زي القمر. فبيندهش واصل وبيقول لها ازاي يعني انا هموت ولا لا؟ بتقول له والدته ان محدش يعرف الغيب غير ربنا، هو اللي عارف امتى كل واحد هيموت. بيقول لها طب اللي حصل لي ده معناه ايه؟ عشان هو طبعا حيران. فبتقول له ان ربنا جواب لكل سؤال وراحة لكل حيران، يعني بتنبهه وبتقول له ارجع لربنا وسلم امرك لله، وما تخليش غرور علمك يهيئ لك انك اله. بيقول لها انه تعبان وتايه. بتقول له ابكي ومحدش شايفك غيري طبعا غير ربنا، وهو ربنا ارحم عليك مني. بيقول لها ممكن يرحمني ويغفر لي. بتقول له ربنا بيرحم وبيغفر وبيسامح بس انت قول يا رب. بيقول يا رب وبيبكي. امه بتحمد ربنا وبتقول له انت هتسمي ابنك ايه؟ بيقول لها محمد. بتفرح جدا وبتقول له خد المصحف ده، وبيقرا فيه الآية بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. وبينتهي الفيلم نهاية جميلة جدا، إن الإنسان مهما بلغ بيه العلم أو المعرفة ما ينفعش يتغر، ولازم يؤمن بقدرة ربنا على كل شيء. وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة. سلام.